الأبراج اليومية 9 من ديسمبر 2023 السبت. سيكون لديك يوم السبت وقتا مناسبا لإجراء محادثة جادة تتعلق بأفراد عائلتك أو أقاربك الآخرين. يحمل اليوم للكثير منكم حدثا مهما أو اجتماعا عاطفيا مع الأقارب أو الأصدقاء. سيكون يوما جميلا وديناميا مع فرص للتغيير أو السفر بجميع أنواعه. في حياتك العاطفية والعائلية، دع الآخرين ينظمون تجارب ذلك اليوم كما يحلو لهم. خلال هذا اليوم قد تنشغل بأمور مالية مختلفة لكنها أشبه بالتخطيط للانفاقات أو الالتزامات القادمة في الأسبوع الجديد. بقي 22 يوما حتى نهاية العام. يحتفل المسيحيون اليوم بعيد ميلاد القديس حنا، وفي تنزانيا يحتفلون بعيد الاستقلال. فمن الممكن أن تواجه مشاكل صحية غير متوقعة أو نزلات برد أو حوادث يوم السبت. ينذر اليوم بمحادثة أو لقاء مثير للاهتمام مع شخص ليس من دائرة أقاربك. سيكون هذا يوما مناسبا للبحث عن الحلول للمشاكل والصعوبات العائلية وإيجادها. في حياتك العاطفية والعائلية، سيكون عملك أو عمل شريكك أحد العوامل المهمة. سيكون من الصعب أن تدير ظهرك للمهام المهمة من أجل قضاء وقت ممتع مع من تحبه. سيكون هذا يوما جيدا للتعارف من خلال مختلف الوكالات المتخصصة والتوفيق بين الأشخاص وما إلى ذلك. فسيكون اليوم هو الوقت المناسب للسفر. أذهب إلى مكان ما خارج منزلك، خارج مدينتك، وأحصل على بعض التجارب الجديدة. فكن اليوم متواضعا وقم بمهامك وواجباتك اليومية ولا تضغط على أي شيء أو أحد ليتبعك. حماية ضد السرقة أو الخسارة، فإن حياتك الشخصية والحبية يمكن أن تكون مصدرا للعديد من التجارب المختلفة اليوم. فسيكون من الجيد اليوم السبت أن تحظى بثقة أكبر في الأشخاص من عائلتك لدعمهم في تحقيق هدف أو فكرة مهمة بالنسبة لهم. كن حذرا بشأن مشاركة تجاربك الشخصية مع الأصدقاء اليوم. يأتي يوم السبت بأخبار غير متوقعة ولكنها مثيرة للاهتمام أو إيجابية ذات طبيعة مالية. تنتظرك اليوم أخبار مهمة أو حدث متعلق بأحد أقاربك. سيحضر البعض منكم تجمعا يتطلب زهورة أو هدية، فاليوم لن تتطور الأمور كما تريد، وهذا لا يعني أن الأمر سيكون سيئا بالنسبة لك. في بعض الأحيان تجد صعوبة في قبول التغيير، فيمكن تذكر اليوم بمعارف أو صداقة جديدة. فأمامك يوم رائع إذا كنت تعرف كيفية الاستمتاع بما تقدمه لك الحياة.